عمرك فكرت ازاي الثروة متوزعة في العالم؟ يا ترى في كام في المية من البشر مسيطر على نص ثروات العالم؟ جهز نفسك، الواحد في المية الأغنى في العالم بيمتلكوا تقريبا نص ثروة العالم. طب ازاي؟ عدم المساواة في توزيع الثروة حوالين العالم حاجة صادمة. الواحد في المية الأغنى يعني حوالي 80 مليون شخص بيسيطروا على 45% من إجمالي ثروة العالم. في نفس الوقت النص التاني من سكان العالم أكتر من 4 مليار شخص بيمتلكوا بس 2% من الثروة. طب ازاي ده حصل؟ في عوامل أساسية. أول حاجة الميراث. كتير من الأغنياء بيورثوا ثروات بتكبر بشكل أسرع. 2 فرص الاستثمار. الأغنياء عندهم وصول لاستثمارات بعائد عالي زي الأسهم والعقارات والمشاريع الضخمة. 3 عدم المساواة النظامية. يعني الناس الأفقر بيواجهوا صعوبات زي التعليم المحدود أو الرعاية الصحية الغالية، فبيبقوا محشورين في دايرة الفقر اللي مش سهل يطلعوا منها. المشكلة إن الفجوة دي بتأثر علينا كلنا، بتقلل من النمو الاقتصادي وبتعمل توتر اجتماعي وبتبطئ الابتكار، لأن في أكيد أفكار ممتازة ممكن تطلع من الناس الفقيرة اللي ما عندهاش الفرصة. في ناس بتطالب بفرض ضرائب أعلى على الأغنياء لتوزيع الثروة، وفي ناس تانية شايفة إن الأغنياء بيساهموا في الابتكار من خلال استثماراتهم، وإن ثروتهم دي حق مكتسب نتيجة تعبهم. إيه رأيك؟ هل الحكومات لازم تعيد توزيع الثروة بضرائب أعلى، ولا ده جزء طبيعي من الحياة ومن النظام؟ يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات.